السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ زي ما وعدتكم انا هحاول اظبط لكم النهارده درس من الدروس اللي هي الرخمه شويه في الجبر بتاع اولى ثانوي، واللي هو بنسميه درس بحث اشاره الداله. درس بحث اشاره الداله ده من الدروس المهمه جدا جدا جدا، لانه بيفهمني شويه اجزاء مهمه قوي بالنسبه للرياضه عموما يعني، وده بيعرفني امتى الداله تكون موجبه وامتى الداله تكون سالبه وامتى الداله تكون بصفر. فمثلا اول نوع من الدوال اللي احنا ممكن نتعامل معاها اصلا بنسميها الداله الثابته، واحنا معانا في الدرس ده 3 دوال. ده اول نوع منهم. الداله الثابته دي اللي هي بيكون فيها شكل المساله داله س بيساوي رقم، زي مثلا وليكن داله س بتساوي 2، وده عشان نفهم مثلا المنظر بتاعها او نعرف هي امتى موجبه وامتى سالبه بنحاول نرسمها. وانت اتعود كده عشان ترسم اي داله في الدنيا محتاج منها شويه نقط، يعني محتاج شويه قيم للسين بنعوض فيها بشويه قيم للصاد، ماشي، ونقوم موصلين النقط دي تلاقي الرسمه اترسمت على طول. فمثلا احنا هنيجي على الداله دي ونحط شويه قيم لسين ونطلع شويه قيم للصاد. ايه القيم يا عم الحاج؟ اي حاجه، حط 1 2 3 اي حاجه. فلو انت جيت النقط دي عوضت بهم في الداله هنا، فهنا اصلا ما فيش سين، او هي في سين بس سين اس صفر، طبعا اي حاجه اس صفر بواحد فمش فارقه معايا. فانا لو حطيت 2 هتطلع، معلش، لو حطيت 1 هتطلع 2، ولو حطيت 2 برضه هيطلع 2، ولو حطيت 3 برضه هيطلع 2. عشان كده اصلا بنسميها الداله الثابته، عشان قيمه الصاد دايما بتاعتها ثابته. ودي لو جينا رسمناها هتلاقي الرسمه عامله كده، ادي 1 2 3، ادي -1 -2 -1 -2. تلاقي اول نقطه معانا اسمها 1 و2، النقطه اللي بعدها اسمها 2 و2، والنقطه اللي بعدها اسمها 3 و2. فتلاقي الداله عباره عن خط افقي يوازي محور السينات عند الاثنين كده. تيجي تبص تلاقي الداله دي عامله ازاي بقى؟ تلاقي عند الواحد قيمه الداله ب2، والاثنين قيمتها ب2، والثلاثه قيمتها ب2، والسالب 1 قيمتها ب2. يعني مهما كان الرقم بتاع السين قيمه الصاد دايما هتطلع بالاثنين، والاثنين دي دايما موجبه. من هنا تعرف ترسم اي داله. يعني مثلا لو قلت لك انا معايا داله س بتساوي -1 من غير بقى اعمل جدول، انت عارف ومتاكد مليون في الميه ان هي هتبقى عباره عن خط مستقيم يوازي محور السينات عند -1. وهنا بقى هتلاقي ايه؟ هتلاقي ان الواحد قصاده -1، الاثنين قصاده -1، 3 قصاده اي رقم للسين قصاده -1. يعني معنى كده ان الداله هنا كلها دايما سالبه. من هنا اختصرنا الموضوع وقلنا ان لو داله س بتساوي رقم فالداله دي بتبقى كلها موجبه او كلها سالبه على حسب الرقم اللي معانا، على حسب اشاره الرقم اللي معانا. يعني بقى يا جدعان، يعني مثلا لو جيت قلت لك داله س مثلا بتساوي 7، على طول من غير تفكير تقوم قايل لي الداله دي موجبه على كل قيم ح. ونقف عند الكلمه دي شويه ونفسرها. يعني ايه اصلا الداله موجبه على كل قيم ح؟ يعني مهما عوضت بقيم للسين دايما الصاد هتطلع موجبه. ليه؟ لان احنا مهما عوضنا بقيم للسين هنا دايما الصاد هتطلع قيمتها ب7، وال7 دي دايما موجب، يبقى كده الداله دايما موجبه. طب كمان حاجه، لو قلت لك مثلا داله س بتساوي مثلا -5، فالرقم ده رقم سالب، يبقى على طول كده اهو الداله سالبه على كل قيم ح. يعني ايه معنى الجمله دي؟ معنى الجمله دي ان مهما عوضنا بقيم للسين دايما الصاد هتلاقيها اشارتها سالب. يعني معنى كده ان قيم الح ديت هي قيم السين، والاشاره اللي احنا بنتكلم عليها ديت هي اشاره الصاد. فانا عايزك تبقى واخد بالك من الكلام ده كويس قوي. حلو، ده اول نوع من الدوال. كويس قوي. النوع بقى يا سيدي من الدوال عندنا في المنهج بنسميها الداله الخطيه، واحنا بنسميها الداله الخطيه او بنسميها داله الدرجه الاولى. اشمعنى داله الدرجه الاولى؟ لان اكبر اس للسين فيها بيكون س اس 1، عشان كده بنسميها داله الدرجه الاولى. يعني مثلا وليكن احنا هنرسم رسمتين، وليكن هنرسم مثلا رسمه س ناقص 2 ورسمه مثلا 3 ناقص س، عشان نعرف الداله دي امتى تكون موجبه وامتى تكون سالبه. فاحنا اتفقنا عشان نرسم اي داله كل اللي هنعمله هنعمل جدول نعوض بشويه قيم للسين ونطلع شويه قيم للصاد ونشوف الرسمه تبقى مرسومه ازاي. فمثلا لو احنا عملنا كده، ادي السين وده الصاد، وقمنا واخدين مثلا اي ارقام زي ما قلت 1 2 3، ونفس الكلام هنا قمت جاي عامل جدول وقمت معوض مثلا ب1 و2 و3. يلا نعوض. فلو احنا عوضنا مثلا ب1 هنا، 1 ناقص 2 هيطلع -1، 2 ناقص 2 هيطلع 0، 3 ناقص 2 هيطلع 1.
لو جينا رسمنا دي هتلاقي، او جينا عوضنا في دي 3 ناقص 1 يطلع 2، 3 ناقص 2 يطلع 1، 3 ناقص 3 يطلع 0. وده المنظر بتاع الجدول. لو جينا رسمنا الرسمتين دول فهتلاقي الرسمتين دول عاملين كده. ده 1 2 3 4 1 2 3 -1 كفايه قوي بالمنظر ده كده. فهنا اول نقطه عندنا اسمها 1 و-1، وبعدها 2 و0، وبعدها 3 و1، فهتلاقي الرسمه مرسومه بالمنظر ده كده. الداله الثانيه لو جيت تعملها هتلاقي ان اول نقطه فيها اسمها 1 و2، واللي بعدها 2 و1، واللي بعدها 3 و0، وهتلاقي الرسمه مرسومه بالمنظر ده كده. فلو انت لاحظت هتلاقي الدالتين دول فيهم حاجات حلوه قوي. ايه بقى يا سيدي بقى؟ اول داله معانا اللي هي كانت س ناقص 2، هتلاقي ان عند الاثنين قيمه الصاد بصفر، بس بعد الاثنين لو شفت اي قيمه للسين ورحت شفت قيمه الصاد اللي قبالها هتلاقي دايما قيمه الصاد فيها موجب، وقبل الاثنين هتلاقي دايما قيمه الصاد سالب. طب تعالى اعمل حاجه في الداله الثانيه. لو انت كده عند الثلاثه هتلاقي الثلاثه قصادها صفر، لكن بعد الثلاثه هتلاقي الداله كلها سالبه، وقبل الثلاثه هتلاقي الداله كلها موجب. معنى كده ايه بقى؟ معنى كده ان الداله الخطيه دايما هيكون فيها جزء موجب وجزء سالب ورقم الداله عنده بصفر. طب انا اجيب بقى الاشارات دي ازاي، او اجيب الفترات اللي الداله فيها موجبه او سالبه ازاي من غير ما ارسم؟ فمثلا اول داله وليكن هناخدها، وليكن هنقول داله س بتساوي س ناقص 2. خطواتك: اول خطوه احنا بناخد الداله دي نساويها بالصفر عشان نشوف القيمه اللي خلت الداله دي بصفر. فهنقول س ناقص 2 بصفر، اكيد الس هتساوي 2. وبدل ما اروح ارسم بنعمل خط اعداد بسيط خالص كده، واقول له ادي الس بتساوي 2 اللي عندها الداله قيمتها بصفر. ونحفظ بقى قاعده جميله كده بنقول عليها ما بعد مثل وما قبل عكس. ما بعد ايه يا عم وما قبل ايه؟ ما بعد الرقم وما قبل الرقم. ما بعد الرقم مثل، ما قبل الرقم عكس. مثل ايه وعكس ايه بقى؟ قال لك اشاره معامل السين اللي في المساله نفسها مش الناتج اللي طلع لي. يعني معامل السين اهو، اشاره معامل السين اللي في المساله هنا موجبه، يبقى اكيد ما بعد مثل وما قبل عكس. لو بصيت على الرسمه هتلاقي كده، هتلاقي ان بعد الاثنين كل الارقام موجبه، وقبل الاثنين كل الارقام سالبه، وعند الاثنين قيمه الداله بكام يا جماعه؟ بالصفر. طب معلش، معنى الجمله دي ايه؟ معنى الجمله دي ان انت طبعا عارف ان خط الاعداد بادئ من سالب ما لا نهايه ومنتهى عند ما لا نهايه. معنى كده بقى ان انت لو عوضت باي رقم بعد الاثنين في الداله ده اهي اكيد هيطلع موجب، ولو عوضت باي رقم قبل الاثنين في الداله ده اهي اكيد هيطلع رقم سالب. طب تيجي نجرب، خد مثلا 5 ناقص 2 هيطلع 3 موجب. عوض برقم قبل الاثنين، خد مثلا 0 ناقص 2 هيطلع -2. مهما كانت القيمه اللي هتعوض بعد الاثنين هتطلع الصاد موجب، ومهما كانت القيمه اللي قبل الاثنين هتطلع الصاد سالب. عشان كده احنا بنقول ما بعد مثل وما قبل عكس. طب تيجي نجربها على الثانيه ونتاكد الكلام صح ولا لا؟ تعال نشوف. لو احنا مثلا قلنا داله س بتساوي 3 ناقص السين، هنعمل اول خطوه؟ قال لك اول خطوه هنساويها بالصفر. فلو ودينا الس الناحيه الثانيه او ودينا الثلاثه الناحيه الثانيه براحتك بقى. فلو مثلا سالب س سويناها بالسالب 3، السالب هيروح مع السالب يبقى الس بتساوي 3. هتروح تعمل ايه بقى؟ هتروح تعمل خط عدد جميل اهو، هتقول له ادي الس بتساوي 3 اللي الداله عندها بصفر، ونروح نبص على اشاره السين اللي كانت في المساله نفسها. اشاره السين هنا سالب، تقوم قايل ما بعد مثل سالب وما قبل عكس موجب، وده اللي حصل في المساله. بعد الثلاثه كان سالب وقبل الثلاثه كان موجب، وعند الثلاثه قيمه الداله بصفر. عارف ده معناه ايه؟ معناه ان انت لو عوضت باي قيمه بعد الثلاثه في الداله ده اهي هتطلع سالب. عوض كده، حط مثلا 4، 3 ناقص 4 هتطلع -1. ولو عوضت باي رقم قبل الثلاثه في الداله ده اهي هتطلع موجب. عوض مثلا بالواحد، 3 ناقص 1 ب2، اكيد هيطلع موجب. يبقى دايما اللي بيكون ما بعد مثل اشاره السين وما قبل عكس اشاره السين اللي في المساله نفسها مش الناتج اللي طلع. يبقى احفظ دي، ما بعد مثل ما قبل عكس. بعد كده بقى تطلع له انت الفترات بقى. يعني مثلا في المساله دي هنروح نقول له ايه؟ هنقول له كده اهو الداله موجبه على الفتره ده اهي اللي هي من كام لكام؟ من 2 لما لا نهايه. والداله سالب على الفتره اللي هي ده اهي اللي هي من سالب ما لا نهايه لحد الاثنين. السؤال، احنا عارفين ما لا نهايه والسالب ما لا نهايه دايما مفتوحين، الفكره بقى كلها في الاثنين، هاخدها مع الداله الموجبه ولا الداله السالبه؟ قال لك لا هتاخدها هنا ولا هتاخدها هنا، يعني هتتعمل مفتوحه هنا ومفتوحه هنا. ليه يا عم؟ لان عند الاثنين قيمه الداله بصفر، والصفر دوت لا هو موجب ولا هو سالب.
يعني الداله تساوي صفر عند الس بتساوي 2. يبقى انت لازم تعرفه الداله موجبه امتى وسالبه امتى وتساوي صفر امتى. طب خش لدي بقى، احنا عايزين نقولها كده على السريع. الداله هنا موجبه فين؟ هتقول له في الفتره من سالب ما لا نهايه لحد الثلاثه مفتوحه، وسالبه في الفتره من 3 للما لا نهايه برضه مفتوحه، وبتساوي صفر عند الس بتساوي 3. كده انت لو عملت الخطوات دي في اي مساله للداله خطيه هتطلع اشارتها. يبقى انت لو معاك داله خطيه هتساويها بالصفر، تطلع قيمه السين وتحطها على خط الاعداد وتقول له ما بعد مثل وما قبل عكس. مثل ايه وعكس ايه؟ اشاره معامل السين اللي في المساله نفسها. تمام يا جماعه؟ وده تاني نوع من الدوال. حلو. تالت نوع بقى من الدوال يا سيدي، تالت نوع من الدوال اسمه الداله التربيعيه. والداله التربيعيه دي عشان اقدر افهمك الموضوع فيها كويس لازم بس افكرك احنا ازاي كنا بنرسم الداله التربيعيه. الداله التربيعيه بقى مشكلتها ان انت مش هينفع تعوض فيها باي ارقام عشان ترسمها. انت لازم تعوض بارقام مظبوطه عشان ترسم الداله مظبوطه. فمثلا لو جبنا مثلا مساله زي دي، داله س بتساوي س تربيع ناقص 4 س زائد 4، وانا عايز ارسم الرسمه ديت مظبوطه كويس قوي. بتعمل ايه حضرتك بقى؟ قال لك اهم حاجه بالنسبه لنا احنا اتفقنا ان انا عشان ارسم اي داله انا محتاج فيها شويه نقط، شويه قيم للسين، وبطلع شويه قيم الصادر المقابله ليها. فبعمل ايه بقى؟ قال لك اهم حاجه انا دلوقتي عايز كام نقطه؟ قال لك اقل حاجه في الداله التربيعيه يكون معاك حضرتك 3 نقط. اول نقطه فيهم النقطه اللي في النص دي احنا بنسميها نقطه راس المنحنى. نقطه راس المنحنى دي انا حافظ احداثياتها السين اسمها سالب باء على 2 الف، والصاد بتكون التعويضه بتاعتها. دايما احفظها كده، بلاش كلام الكتاب المكلكع اللي هو داله سالب باء على ايه؟ داله سالب باء على 2 الف، يعني التعويضه الناتجه عن السالب باء على 2 الف. يبقى انت حضرتك من المساله دي الالف طبعا معاك في المساله بواحد، والباء بسالب 4، والجيم بموجب 4. تعال نجيب بقى سالب باء على 2 الف، هتلاقيها عباره عن 4 على 2، يطلع الناتج ب2. تقوم انت حاطط اول قيمه في الجدول في النص كده 2 اللي هي نقطه راس المنحنى، وتاخد النقطه اللي قبلها والنقطه اللي بعدها، والثلاث ارقام دول تروح تعوض بهم في الداله. يعني مثلا تاخد الواحد تحطه مكان السين هنا، فيطلع 1 ناقص 4 زائد 4 يطلع معانا بواحد. طب لو عوضنا ب2 هيطلع 4 ناقص 8 زائد 4 هيطلع بصفر. لو عوضنا ب3 3 ارباعها 9، 9 ناقص 4 في 3 ب12 زائد 3 هيديني 1. يبقى 9 ناقص 12 بسالب 3 زائد 4 هيديني 1. تيجي ترسم الرسمه اللي معانا تلاقي الرسمه عامله ازاي يا سيدي؟ تلاقي الرسمه عامله كده اهو. ادا 1 2 3 4 1 2 3 سالب 1 سالب 1. اول نقطه اسمها 2 وصفر، ده اهم نقطه فيهم اللي هي نقطه راس المنحنى. وكده هناخد النقطة اللي قبلها اسمها 1 و1، والنقطة اللي بعدها اسمها 3 و1. دول أهم 3 نقط بالنسبة لي، اللي هي نقطة راس المنحنى والنقطة اللي قبلها والنقطة اللي بعدها. عايز تزود عليهم ما عندناش مشكلة، مفيش أي مشكلة، زود عليهم براحتك، بس أهم حاجة تاخد دول نقطة راس المنحنى ونقطة من قبلها ونقطة مع بعدها. هل بقى لازم آخد النقطة اللي قبلها على طول قيمة السين على طول؟ قال لك لا، أي نقطة من قبلها وأي نقطة من بعدها. تيجي توصل أنت عارف رسمة الدالة التربيعية. رسمة الدالة التربيعية بتبقى دايما مفتوحة منحنى لفوق كده لو معامل السين تربيع ده رقم موجب، وبتكون مفتوحه لتحت كده لو معامل السين تربيع ده رقم سالب. وده بيجي منين؟ من التعويض بالارقام زي ما حضرتك شفت كده. الداله دي عشان نعمل لها بحث اشاره بنعمل ايه؟ قال لك والله رسمناها فتلاقينا ان احنا عندنا 3 احتمالات. بص يا سيدي، 3 احتمالات قدامنا بالمنظر اللي حضرتك هتشوفه ده. بص كده دلوقتي اول داله اسمها داله س مثلا بتساوي س تربيع ناقص مثلا 5 س زائد 4. هذا مثلا داله. وهنا داله س بتساوي س تربيع ناقص 4 س زائد 4 اللي هي الداله اللي احنا عاملينها. وهنا داله س بتساوي س تربيع ناقص 2 س زائد 4. 3 دوال دول يا عم الحاج عاملين ايه؟ 3 دوال دول انا عايز حضرتك تروح ترسمهم كده زي ما انا عملت دلوقتي. فهتلاقي ان الداله دي هتلاقيها عامله كده وبتقطع محور السينات عند نقطتين اللي هما الواحد والاربعه. الداله دي احنا لسه راسمينها دلوقتي اهو، هتلاقيها عامله كده وبتقطع محور السينات عند الاثنين. عايزك تروح تجرب كده وتطبق اللي احنا عملناه وتشوف الرسمه هتطلع كده ولا لا. الرسمه دي هتلاقيها رسمتها عامله كده ومش هتقطع محور السينات خالص. فلو انت خدت بالك كده احنا يا اما قطعنا محور السينات في نقطتين،
يا اما قطعنا محور السينات في نقطه يا اما ما قطعناش خالص. ده في الدرس الثاني في المنهج، ده بنسميها ان المساله ديت لها حلين حقيقيين مختلفين، والمساله دي بنسميها ان لها حلين حقيقيين متساويين. وهنا بنقول ان ملهاش حلول حقيقيه بس لها حلول مركبه. خلي بالك ده في بقيه المنهج، لان انا اصلا شغال بقيه المنهج اعداد مركبه، لكن في الدرس ده انا بحل المعادلات كلها في ح بس. يعني احنا هنعتبر ان المساله دي كده دلوقتي لو المساله انا بحلها في ح يبقى المساله دي لها حلين، ولو في ح ديت انا هعتبر ان لها حل واحد، ودي كده هيعتبر ملهاش حل لان هي ملهاش حلول حقيقيه بس لها حلول مركبه. حلو. فانا يا سيدي لما طلع المساله لها حلين اتلقيت ان فيها جزئين موجبين وجزء في النص كده سالب. ولما طلع لها قيمه واحده طلعت كلها موجبه ما عدا رقم واحد الداله عنده بصفر. ولما ما طلعش لها اي قيم حقيقيه طلعت كلها موجبه. فالراجل قال لي لا انا عايز بقى الكلام ده اعمله من غير ما ارسم الكلام ده. قال لك بص يا عم الحاج الطريقه الجميله بتاعتنا، قال لك احنا هنعمل نفس الخطوات بتاعت الداله الخطيه من البدايه. قال لك بنعمل ايه؟ قال لك اول حاجه احنا الداله معانا ديت اللي هي اسمها س تربيع ناقص 5 س زائد 4 هنساوي بالصفر. وبعدين يا سيدي هنقوم محللين عادي جدا عشان نطلع قيمه السين، فهيبقى س وس وواحد واربعه وسالب وسالب. فمن هنا السين ناقص الواحد هتساوي صفر يبقى السين بتساوي واحد، ومن هنا السين ناقص الاربعه بتساوي صفر يبقى السين بتساوي 4، وهي دي القيمه اللي طلعت معايا. انا بقى مش هروح ارسمهم، انا هروح اعمل لهم خط اعدادي واقول له ادي السين بتساوي واحد وادي السين بتساوي 4 اللي خلوا قيمه الداله بصفر. ونقوم عاملين ايه بقى؟ نقوم حافظين قاعده جميله قوي بتقول ايه؟ بتقول ان خارج مثل وداخل عكس. خارج ايه يا عم؟ هو دلوقتي انا معايا رقمين اسمهم 1 و4، ففي براهم فتره وفي جواهم فتره. فالفتره اللي بره الواحد والاربعه احنا بنسميها خارج، والفتره اللي جواهم بنسميها داخل. خارج الفتره وداخل الفتره. خارج الفتره مثل وداخل الفتره عكس. مثل وعكس ايه؟ قال لك هنا بقى بنقول اشاره السين تربيع اللي في المساله. يعني هنا اشاره السين تربيع اللي في المساله موجبه، اذا اكيد خارج مثل موجب وداخل عكس سالب، وده اللي حصل معاه في المساله. كان بره الاربعه وبره الواحد الفترات الداله موجبه، والواحد والاربعه الداله سالبه. حد فاهم معنى الكلام ده ايه؟ اه والله. معناه ان اي رقم بعد الاربعه او اي رقم قبل الواحد لو عوضت بيه في الداله ده هيطلع ناتج موجب. جرب حط مثلا 5 فهتبقى هنا 25 ناقص 25 هيروحوا مع بعض يبقى لك 4 طلع رقم موجب. عوض برقم قبل الواحد، عوض مثلا بالصفر فيبقى صفر وصفر يبقى لك 4 برضه موجب. خد مثلا الرقم ما بين الواحد والاربعه، خد مثلا الاثنين فهتبقى 4 ناقص 10 بسالب 6 و4 يطلع سالب 2. يعني مهما كان القيمه اللي بعد الاربعه وقبل الواحد هتطلع موجب، وما بين الواحد والاربعه هتطلع سالب، والواحد والاربعه لو عوضت بيهم في الداله هيبقى الداله بصفر. يبقى اذا لو انت عايز تقول له الداله دي موجبه فين؟ تقول له الداله دي موجبه على الفتره من 4 لحد ما لا نهايه والاثنين مفتوحين. اتحاد الفتره من سالب ما لا نهايه لحد الواحد مفتوحين. او ممكن تقول له ح فرق الفتره من 1 ل4 بس مغلقين، لان الفرق بيعكس. لو انت قلت الفتره اتحاد الفتره وكانوا مفتوحين، لما تيجي تقول ح فرق اكتب ح فرق المغلقه، ولو كانت مغلقه اكتب ح فرق المفتوحه. ولو انت عايز الجزء السالب خد الفتره من اول 1 لحد الاربعه مفتوحه. لو عايز الداله امتى تكون بصفر هتقول له عند السين بتساوي 1 وعند السين بتساوي 4. طب تعال نروح للداله اللي بعدها. لو انت خدت الداله دي اللي هي س تربيع ناقص 4 س زائد 4 وسويناها بالصفر، هنحلل فيبقى معايا س وس 2 و2 وسالب وسالب. يبقى معانا يا اما السين بتساوي 2 يا اما برضه السين بتساوي 2. عشان كده قلنا ان هي في الاخر هنعتبر ان هي لا حل واحد حقيقي اللي خلى الداله بصفر. هنا بقى احنا طلع لنا قيمه واحده، فاحنا لما كان بيطلع لنا قيمتين كنا بنقول خارج مثل وداخل عكس عشان في فتره بره وفتره جوه. هنا بقى بنقول ايه؟ هنا بنقول يا سيدي ان الفتره اللي بره اللي هي اسمها خارج هنقول مثل، وهنا مفيش فتره في النص ومفيش داخل. مفيش داخل، مفيش فتره في النص. ايه ده يا عم الحاج؟ يعني هنا اشاره السين تربيع ايه؟ هنا اشاره السين تربيع موجبه اللي هي في المساله نفسها، فتقول له خارج مثل موجب وداخل مفيش. ايه ده؟ ما هو ده اللي حصل. الداله كلها كانت موجبه ما عدا عند الاثنين قيمه الداله بصفر. عارف ده معناه ايه؟ ان اي رقم لو عوضت بيه في الداله دي سواء هو بعد الاثنين او قبل الاثنين هيخلي الداله دي موجبه، لكن عند الاثنين هيخلي الداله بصفر. جرب كده، عوض مثلا باي حاجه، عوض مثلا بالثلاثه هيطلع 9 ناقص 12 بسالب 3 زائد 4 يطلع 1 موجب. عوض برقم قبل الاثنين، حط الصفر صفر صفر يتبقى لك يا معلم 4 برضه موجب. حط بقى الاثنين هتلاقي الداله قيمتها اصلا طلعت بكام؟ بصفر.
الداله بقى الاخرانيه مشكلتها ايه بقى يا سيدي؟ ان انت لو خدت الداله دي اللي هي س تربيع ناقص 2 س زائد 4 ساوتها بالصفر، المعادله دي مش هتتحل بالتحليل، فهتضطر انت تحلها بالقانون العام. فهتقول ان الالف هنا بواحد والباء بسالب 2 والجيم ب4، وهتقول له ايه بقى يا سيدي؟ وهتقول له السين بتساوي سالب باء موجب او سالب جذر باء تربيع ناقص 4 الف ج على 2 الف. ونبدا نعوض. سالب باء يعني 2، موجب او سالب جذر باء تربيع يعني 4، ناقص 4 في 1 في 4 على كام يا جدعان؟ على 2 في 1. فيبقى 2 موجب او سالب جذر 4 ناقص 16 على 2 اللي هو 2 موجب او سالب جذر سالب 12 على 2. وهنا تحت الجذر طلع رقم سالب، يبقى المساله دي ملهاش حلول حقيقيه. ساعتها بنعمل ايه بقى؟ ساعتها بنرسم خط عدد كده وما بنكتبش اي قيم عليه خلت الداله بصفر، ونقول له والله الداله دي المفروض تبقى كلها موجبه او كلها سالبه على حسب اشاره السين تربيع اللي في المساله. يعني اشاره السين تربيع اللي في المساله موجبه، يبقى الداله دي اكيد موجبه كلها. انت عارف دي معناها ايه؟ معناها ان انا لو خدت اي رقم مهما كان من اول السالب من النهايه لحد ما النهايه وعوضت بيه في الداله دي هيطلع موجب. جرب اي رقم هيطلع موجب. ولو كان اشاره السين تربيع ده سالبه هتلاقي ان الارقام كلها سالبه. يعني من الاخر كده تلخيص كلامنا اللي حصل، احنا لو جبنا الداله التربيعيه ولو طلع لها قيمتين بنقول خارج مثل وداخل عكس، ولو طلعت لها قيمه واحده بنقول خارج مثل ومفيش داخل. لو ما طلعتلهاش قيم خالص بنقول الداله كلها موجبه او كلها سالبه على حسب اشاره السين تربيع. ماشي يا جماعه كده؟ يبقى يا سيدي تلخيصا للكلام اللي احنا قلناه ده كله اهو، اكتبه لك على السبوره مره واحده بقى. يبقى احنا يا سيدي اخذنا 3 انواع من الدوال. اول حاجه الداله الثابته، ودي اللي اسمها داله س بتساوي رقم، ودي بتبقى كلها موجبه او كلها سالبه على حسب الرقم اللي معانا. الداله الخطيه اللي احنا بنسميها داله س بتساوي الف س زائد باء اللي هي معادله من الدرجه الاولى، احنا بنساويها بالصفر وبنطلع قيمه السين مهما كانت، وبنروح نحطها على خط الاعداد ونقول له هي دي القيمه اللي عملت الداله او خلت الداله بصفر، ونقوم قايلين له القاعده الجميله بتاعتنا ان ما بعد مثل وما قبل عكس. مثل وعكس ايه؟ اشاره معامل السين اللي في المساله، مش الناتج، مش ده معامل السين اللي كان في المساله. بعد كده بقى الداله التربيعيه الجميله بتاعتنا اللي هي كان ليها 3 احتمالات، يا اما المساله كان لها حلين، يا اما المساله لها حل وحيد، يا اما المساله ليس لها حلول حقيقيه. فلو المساله طلعت لها حلين احنا هنعمل لها خط اعداد ونكتب القيمتين اللي خلوا الداله بصفر، ونقوم قايلين ايه؟ ونقوم قايلين خارج مثل وداخل عكس، خارج الفتره مثل وداخل الفتره عكس. ولو المساله طلعت لها حل واحد ساعتها بنروح نحطه على خط الاعداد ونقول ان هو ده القيمه اللي خلت الداله بصفر، ونقول خارج مثل ومفيش داخل خالص. ولو المساله ملهاش حلول، لو ملهاش حلول فاحنا بنرسم خط الاعداد كده ونقول له ان الداله دي كلها موجبه او كلها سالبه، والثلاثه على حسب اشاره السين تربيع. يبقى هنا على حسب اشاره السين تربيع، لكن هنا على حسب اشاره السين، على ان هنا داله خطيه هنا داله يا جماعه تربيعيه. تمام كده؟ وده الجزء بتاع بحث اشاره الداله بالتفصيل. السلام عليكم.